السلام عليكم. اقرأوا. تم إعادة عدد هام من أفارقة جنوب الصحراء إلى بلدانهم. 3 أيام التالي وفد رسمي سوف يزور تونس، واحنا الإعلام العار والمجاري بتاعنا يخدم ضد تونس، يعني قاعدين يكبروا في حجم الوفد. هذا وفد أوروبي عالي المستوى باش يجي لتونس. جي قبل زاد وفد عالي المستوى، كما جاي كما رجع. كلمة الرئيس قيس سعيد واضحة: لا للاستيطان، وما ثم حتى حد يقعد في تونس بصفة غير قانونية. اللعب لا، تقبلوها ما تقبلوهاش أموركم. ثم برشا ناس منهم فلانة وفلتانة وعلانة وعلان، هاك القرصان هذاك، هاك اللي شادين الورقة هذه يلعبوا عليها. تبقى أني واحد من الناس كتونسي مساند للرئيس قيس سعيد فيما هو خير ومصلحة لتونس دولة وشعب. عندي ثقة في الرئيس قيس سعيد، مستحيل يخون ولا يبيع تونس. واحنا عارفين الضغوطات هذه كلها من شكو بدخولهم وقعدانهم هنا وكذا وكذا، يعني مش بتاع 5 سنين هذوما جراك الاتفاقيات، ومش في لحظة تتغير الاتفاقيات. كما زاد الديون اللي قاعدين نخلصوا فيها، تونسي قاعد تخلص فيها، اللي فلوس مشات كاك قروضات خذوهم ولاد شحابر، وتونس قاعد باسم تونس، وتونس قاعد تخلص فيها. يقول قايل كان جات القروض هذيك ما اتخذتش، تونس راهي مستحفظة بالفلوس هذه وراهي عملت بها مشاريع أخرى تفيد توانس. لكن الله غالب، ولاد شحابر اللي شدوا قبل ما رحموش تونس. يعني زاد الاتفاقيات اللي صحاهم باسم تونس قاعدة تتبع فيهم وتحاول كيفاش تخرج منهم بأمور قانونية. ما ثماش هذه قوي يساعدك طو ثم أمور قانونية، أمور دولية ومعايير وشروط وقوانين، مش حك راسك بدل القانون. لكن زاد هذا ما يعنيش اللي ثم خروج، ثم كيفاش طريقة للخروج من الشيء هذايا بأمور قانونية، وهذه في دين الدولة وفي دين الرئيس قيس سعيد اللي مستحيل يخون ويبيع بلاده. يحكاوش عليه الناس هذه، يرحم والديه رمزي عطف. يعني واحد من الناس نحترم، واقف وقفة صحيحة للناس والجمعيات اللي قاعدة تقبض في الفلوس باش تركع تونس. أما تونس ما تركعش، والرئيس قيس سعيد يجيه وفد رسمي، يجيه وفد عالي المستوى، يجيه رئيس أمريكا، يجيه ما نعرفش شكون، يعاملوا كيفه كيف غيره. تحترمني نحترمك، ما تحترمنيش ما نحترمكش. تدخل لي في سياسة دولتي وقانون دولتي، راهو لا سبيل إليه. وهذا اللي واجعكم يا ولاد شحابر يا طحانة. تحيا تونس ويحيا الشعب التونسي.